مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء أستهلها بالعناوين. إصابة 8 مواطنين بفيروس كورونا. تقييم أنشطة النظافة البيئية. مظاهرات مناوئة للمؤامرات المحاكاة التي تشوه سمعة إريتريا. تمديد حالة الطوارئ في اليابان قبل أقل من 80 يوما على أولمبياد طوكيو. مقتل 25 بعملية أمنية ضد عصابات مخدرات في البرازيل. والبنتاغون لا يعتزم تدمير صاروخ فضائي فقدت الصين السيطرة عليه. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 7 مايو في مراكز العزل بإقليمي الأوسط والقاشبركة أظهرت إصابة 8 مواطنين بفيروس كورونا، وظهرت 4 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، و4 في إقليم القاشبركة، و1 في علي قدر، و1 في أديبرة، و1 في أم حجر، و1 في بارنتو. بهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3742 حالة إصابة، شفي منها 3602 وتوفي 12 مريضا، فيما لا يزال 128 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 7 مايو 2021. قيمت وزارة الصحة في ورشة عمل عقدتها تنفيذ برنامج إصلاح البيئة المجتمعية ومكافحة العادات الضارة بحضور الوزراء وحكام الأقاليم ومسؤولي الاتحادات الوطنية وممثلي وزارة الصحة في الأقاليم. وأوضحت وزيرة الصحة أمينة نور حسين في افتتاح الورشة التي نظمت يومي 6 و7 مايو في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال إن العمل جار لضمان إصلاح البيئة والحد من التغوط في العراء وتنفيذ برامج الإصلاح منذ عام 2009 في جميع الأقاليم بالتعاون مع المنظمات العالمية. وذكرت العمل لتنفيذ مرسوم إصلاح البيئة الصادر عام 2018 على مستوى البلاد، ونتيجته إنجاز بناء المراحيض بنسبة 60% في البلاد عامة. وقالت إن جهود قوية بذلت بالتعاون مع المؤسسات الشريكة لإزالة العادات الضارة وتأثيراتها في الجدول الزمني الموضوع. من جانبها أوضحت مندوبة صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة في إريتريا الآنسة شاهين نيلوفر الأهمية الصحية لاستخدام المراحيض، وقالت إن الحملة حققت نتائج مشجعة في إريتريا. وقدم في الورشة شرح موسع حول تطور الثقافة البيئية المجتمعية في الأقاليم ال6 وحقوق الأم والأطفال ومكافحة العادات الضارة المتمثلة في ختان الإناث وزواج القاصرات. وبحثت الورشة نواقص البرامج المنفذة والبرامج المستقبلية، وأصدرت قرارات وتوصيات. نظم الإريتريون المقيمون في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية مظاهرات تنديد للحظر غير القانوني الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إريتريا، وكذلك أنشطة التشويه المنتظمة لعرقلة عملية إرساء السلام والازدهار الجارية في منطقة القرن الإفريقي. وقد عبر أعضاء الجالية الإثيوبية في لندن أثناء المظاهرات المنتظمة في 3 مايو في العاصمة البريطانية لندن عن تضامنهم مع الجهود التي تقوم بها حكومات دول المنطقة، وخاصة الحكومة الإريترية لإرساء السلام في المنطقة وتمتين التعاون بين كافة دول المنطقة. وطالب المتظاهرون وقف التدخل غير القانوني من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في شؤون القرن الإفريقي. كما بعث الإريتريون المقيمون في مختلف المدن الأمريكية برسائل تحمل توقيعاتهم إلى إدارات المدن التي يقطنون فيها، وكذلك ممثلي الشعب والسياسيين تعبيرا عن معارضتهم لحملات التشويه الموجهة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ضد الحكومة الإريترية. كما شهدت المناسبات تقديم كلمات وشعارات تبرز التدخل السافر استغلالا للمساعي الحثيثة الجارية بهدف إحياء الفرص التي خسرها شعب منطقة القرن الإفريقي خلال 30 عاما، إضافة إلى حل قضاياه بالتعاون المشترك والوثيق.
قالت عضوات جمعية سمرت في الشؤون الداخلية سابقا بزيارة مريضات الناسور في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي بمدينة مندفرة في 5 من مايو، وقدمنا دعما بالملابس ومواد النظافة بقيمة 10,000 نقفة. وقالت رئيسة الجمعية الرائد أبرهاسين والفيليبوس إن زيارة مريضات الناسور يشجع المريضات ويبعث الاطمئنان في الزائرات. وشرح أخصائي النساء والولادة الدكتور هبته هيل ملكوت أوضاع مريضات الناسور وجهود علاجهن ونتائجها، موضحا الدور الكبير لزيارات التشجيع والدعم في العملية العلاجية. وتفقدت الزائرات أنشطة الولادة ورعاية الأطفال في المستشفى. سادتي، نتوقف مع فاصل قصير وأعود بالأخبار الخارجية. أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا إن حالة الطوارئ التي في البلاد التي فرضت من جديد في نهاية إبريل في 4 مقاطعات بينها طوكيو للحد من انتشار كورونا سيتم تمديدها 3 أسابيع حتى 31 من مايو الجاري. وبالإضافة إلى طوكيو التي يفترض أن تستضيف الألعاب الأولمبية خلال أقل من 80 يوما و3 مناطق أخرى، فرضت حالة الطوارئ في إدارتين أخريين هما أيتشي وفوكوكا بحسب سوغا. وقال سوغا إن عدد الإصابات الجديدة مرتفع في المدن الكبرى، ولا تزال المستشفيات مكتظة في مقاطعات في غرب البلاد. وعلى الرغم من أن إجراءات الإغلاق الثالث أكثر صرامة من المرتين السابقتين في اليابان، فإنها تبقى أقل من دول أخرى في مختلف أنحاء العالم. وتشمل القيود على وجه الخصوص تقييد الحد من نشاط بعض الأعمال التجارية، ومع ذلك يمكن تخفيف بعض القيود وفقا لوسائل الإعلام المحلية مثل حظر المتفرجين في الأحداث الرياضية. وتسجل الإمبراطورية راهنا زها 5300 إصابة يومية، فيما تسبب الوباء بوفاة حوالي 10,500 شخص منذ بداية عام 2020. قالت الشرطة إن 25 على الأقل قتلوا، بينهم ضابط شرطة في مدينة ريو دي جانيرو في إطلاق رصاص خلال مداهمة استهدفت مهربي مخدرات بحي جاكاريزينيو. وصارت لقطات تلفزيونية مشتبه بهم على أسطح البنايات في الحي الفقير يحاولون الفرار بعد دخول الشرطة في عربات مدرعة وتحليق طائرات هليكوبتر بالمنطقة. وأضافت الشرطة أن شرطيين 2 آخرين أصيبا. وبعد الحادث ويعد الحادث أدمى عملية منفردة للشرطة في ريو دي جانيرو التي عانت لعقود من عنف عصابات المخدرات في أحيائها الفقيرة. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن البنتاغون لا يعتزم تدمير صاروخ فضائي صيني يتوقع أن يدخل خلال اليومين المقبلين الغلاف الجوي للأرض، وأن يسقط في مكان قد يكون مأهولا بالسكان، موجها انتقادا مبطنا إلى بكين لفقدانها السيطرة على الصاروخ. وفي مؤتمره الصحفي انتقد الوزير الأمريكي الصين من دون أن يسميها بتلميحه لأن الصاروخ أطلق من دون أن يتم التخطيط له بعناية كافية. وأطلقت الصين الأسبوع الماضي أول المكونات الثلاثة لمحطتها الفضائية بواسطة صاروخ المسيرة الطويلة 5B. وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، ما يجعل من شبه المستحيل توقع النقطة التي سيدخل منها إلى الغلاف الجوي، وبالتالي المكان الذي سيسقط فيه. وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض. ففي إبريل عام 2018 تفكك المختبر الفضائي تيانغونغ 1 عند عودته إلى الغلاف الجوي بعد عامين من توقفه عن العمل. ونفت السلطات الصينية يومها أن تكون قد فقدت السيطرة على المختبر. قالت شرطة المالديف أن رئيس البلاد السابق محمد نشيد أصيب في تفجير خارج منزل أسرته، وقالت إنه يتلقى العلاج في المستشفى من آثار الجروح التي تسبب بها الانفجار. وظهرت لقطات بثتها محطة تلفزيونية رسمية أفراد الأجهزة الأمنية وهم يؤمنون الموقع في العاصمة ماليه.
وذكرت المحطة أن سائحا أجنبيا أصيب أيضا في الانفجار. ووقع الانفجار خارج منزل الرئيس السابق بينما كان يستقل سيارته التي كانت متوقفة في مكان قريب. وقال مسؤول في الحكومة لوكالة فرانس براس إن نشيد نجا من محاولة اغتيال، لقد أصيب بجروح لكن وضعه مستقر. وإثر محاولة الاغتيال دعي البرلمان للانعقاد في جلسة طارئة. سيدتي سادتي، انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.